سماح، انا خارج يا حبيبي كده على طول حف. لا ده لازم افطر. وهنا ما تتأخرش عليا. لا احسن بقلق. لا ابدا، انا النهارده هرجع بدري، يعني يا دوبك عندي يعني محاضرتين في المعهد، وبعدين عندي تسجيل كام غنوه بالليل لواحد مطرب جديد. وارجع الساعه 2 كده. حلو، يعني هتقبك بقى يا عينيا ان شاء الله، وهجيب لك كل اللي انت عايزاه. جلجل، نعم من فضلك يعني تعدي على شارع قصر النيل كده تجيب لي الاسوره اللي شفناها سوا مع بعض امبارح. حاضر يا حبيبتي، انا فاكر ان شاء الله. بجد فاكر؟ طبعا فاكر. طيب وانت في شارع بقى قصر النيل أيوه. ما تنساش تجيب لي الجزمه. ايوه. والشنطه. ايوه. والشيل. لا انا فاكر هجيبهم لك طبعا. بجد؟ امال. لا مش معقول، انت كده بتتريق عليا. لا اتريق عليك ازاي؟ انا النهارده يعني عندي يوم مفترج، يعني هقبض النسبه بتاعت الكاسيت بتاع الشريط الجديد، ان شاء الله اجيب لك كل اللي انت عايزاه. الله الله. طب اقعد. نعم. استنى. أيوة. بدل كده بقى. أيوة. تجيب لي حته قماش حلوه على ذوقك. استنى بس. يا اخي استنى، الشغل يستنى. لا معلش، عشان النهارده يوم زحمه عندي. مش معقول كده يا جد. في حاجه تاني؟ جلجل، انت سارح في ايه؟ اصل عمرك ما فكرت في عماد وطلبت مني اشتري له حاجه؟ هو انا كل ما اقول لك جيب لي حاجه تقول لي نجيب لي عماد؟ هو عماد كان ناقصه حاجه؟ ما هو عنده. ده غلبان يا سماحه، يتيم، امه ماتت وسابتهولي وهو عنده 6 سنين. يا راجل يا راجل، فوق لنفسك، ده انت لسه في عز شبابك. انا مش فاهم ايه سبب كرهك للولد. حقه بطلوا ده واسمعوا ده. يوه، كتم على حريتي، قصدي كتم على حريتنا. معلش استحملي يا سماح، وهو هيخلص الثانويه السنه دي ان شاء الله. يا اخويا ده انت راجل طيب على نياتك، ده ما بيبطلش غنى طول النهار، يبقى فين المذاكره؟ فنان زي ابوه، وانا متاكد ان الواد ده هيطلع مطرب عظيم. جلجل، نعم. على فكره انا منى عيني انه ينجح. متشكر قوي يا حبيبتي. طيب عن اذنك بقى عشان انا خارج. بقول لك ايه؟ ايوه. انت مش ناسي حاجه؟ طبعا ناسي. ناسي النود. 100 ابن واكل عقله. النوت قال عيني عليا. يا اختي هيكون مين؟ انا. عشان كده ما تطلعيش بالنهار عشان محدش يشوفك. يا اختي عليك، وهو في فرق بين بالليل وبالنهار؟ ها؟ وحشتني. مالك نحنح كده ومسهوك؟ ها؟ بالنهار بوزعه على الشغل واروح طالعه، بالليل بحط له المنوم في الشاي ينام واروح طالعه. ايه ما بوحشكش الا بس بالليل؟ ها؟ ما تقوم بإيد الأمارة جنون
عليكم. برافو يا ابني، برافو. كويس أوي 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 أوي. يلا برافو يا جماعة. طقم سماعي تقيل. عايزك تقول كده النهارده ان شاء الله في التسجيل. الكسب بتاعك ده ان شاء الله هيكسر الدنيا. اتفضل، الحنك الحلوه يا استاذ. لا انت صوتك كويس ومستقبلك عظيم باذن الله. يسمع منك ربنا يا استاذ جلال. السلام عليكم يا استاذ اهلا جلال. اهلا يا استاذ عماد، اهلا وسهلا. ابن حضرتك؟ ايوه ابني وصديقي وحبيبي، ده هيبقى مطرب عظيم ان شاء الله. ربنا يوفقه. مع السلامه، نتقابل بقى في استوديو 46 الساعه 6. حاضر. مع السلامه. يا استاذ عماد تعالى بقى عشان نتكلم في الموضوع. ايه يا بطل، عامل ايه دلوقتي في المذاكره؟ كله تمام، بس كان في حاجة عايز أقول لحضرتك عليها. قول. أبلة سماح ما بتطيقش تشوفني أذاكر أبدا. معلش يا ابني، انت عارف يعني دي مرات ابوك، استحملها برضه عشان خاطري. خاطرك على عيني وعلى راسي يا بابا، بس دي بتخانق دبان وشها، تتخانق معايا، تتخانق مع الجيران، المهم تغلوش عليا ما ذاكرش وخلاص. يعني ماليش خاطر عندك؟ يا بابا خاطرك على عيني وعلى راسي، بس امتحانات قربت كمان وأنا في عرض دقيقة. اسمع، سيب لها البيت وروح ذاكر عند مرسي القانونجي، اهو عايش لوحده في الشقه وطول النهار بره البيت. فكرة هايلة، ربنا يخليك ليا يا بابا، يا عظيم جدا. شكرا. أوي أوي. الف شكر. أوي أوي أوي. الله. أوي. يا اختي، ايه يا اختي مالك وافقت عليا الطريق كده ليه؟ يو ايه، هتصوريني ولا هتصوريني؟ يمكن هتصوريني. صوري، ما تلزمنيش، هعمل بيها ايه؟ امال ايه اللي موقفك يا حبيبتي؟ ريحة فايحة وخايفة لجوزك يعرف. بتتجسسي عليا؟ جوزي ده ايه اللي يعرف؟ وريحة ايه اللي فايحة؟ ده انا فله يا بنت، شمي. مش مهم انا اللي اشم، المهم جوزك المسكين اللي ما يشمش. الله، جوزك يكونش عينك من جوزي ولا ايه؟ جوزي يا ننوس عين امه، يكدب عينيه ويصدقني. يبقى تخافي عليه وتحافظي على اسمه. الله، بقولك ايه، اوعي يا حبيبتي من سكتي واطلعي منها وهي تعمر، اصلي تعبانه شويه عن اذنك. انا عارفة يا عم جلال كان ايه اللي رماك على الشيطانة دي. إيه هلا، مش شفتنيش وأنا نازل؟ ابدا، خرجت متأخرة ملحقتش احصلك، يا ريتني ما خرجت. ليه حصل إيه؟ طلعت السطح ابص على الحنان لقيت الست خارجة من أوضة رسم. بس بابا يسمعني. ما هو لازم يسمع ويعرف ولا هيفضل المسكين نايم على ودانه. والله أنا خايف الصدمة دي تقضي على حياته. خلاص تبقى تشوف لك حل من غير ما يعرف. حل إيه؟ ما أنت عارفة إنها ما بتقبلنيش. ربنا يخلصكم منها العقربة دي. يا رب. بقول لك إيه؟ أنا هروح أذاكر عند عم مرسي القانونجي النهارده، جايزة بات هناك. تشوفك بكرة ضروري، ها؟ طيب. ضروري، ها؟ ايوه طيب، الصبر حلو يا اختي. ايه الدنيا طارت؟ ايه اللي رجعك؟ جاي آخد كتاب التاريخ. وما خدتوش ليه الصبح؟ هو تحقيق ولا إيه؟ أجي وقت ما أجي. لا بقول لك ايه، مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ انت هنا ضيف يا حبيبي، عارف ضيف يعني ايه؟ ضيف ومش مرغوب فيك كمان. بابا الوحيد اللي يقول لي الكلام ده. يا روح بابا، انا بقى يا حبيبي صاحبة البيت،
يعني انا اللي اقول وانا اللي اقول لا. متهيألك. انا ساكت عشان خاطر بابا. وتسكت ليه يا حبيبي؟ ما تتكلم، تكونش ماسك لي زله ولا ماسك لي زله. باين عليك يا واد ماسك لي زله. مفيش داعي للكلام، واللي على راس بطح يحس بيه. بطحه؟ البطحه قال انا راسي سليمه يا حبيبي، وان كنت شاطر صحيح روح قول لابوك وانا خليه يشرب من دمك. من دم انا؟ صحيح اللي اختشوا ماتوا. بقول لك ايه يا عينيا، ابوك بيحبني ومش ممكن يصدق كلمه تتقال له عليا. مهما حد قال له كلمه مش هيصدقها. قلت ايه؟ انت شيطانه. طيب اما يجي سي جلال يشوف لك سيرفه يا ابن نعيمه، ما هو البيت خلاص ما عادش يستحملنا احنا الاثنين يا روح امك. يا انا يا انت في البيت ده. خلاص ريح روحك، سايبهولك وخارج. ليك اب يترد عليه، انا هشوف شغلي. انت مين؟ انا واحد حرامي وبيحبك. حرامي؟ طب يا ابني مش عايزين النهارده يا سي حرام. بس انا عايز ايه؟ عايز بوسه. يا خرابي قبل البوسه جبت لي اللي قلت لك عليه. طبعا كل طلباتك. ده تفاح اولا. يجنن. شوف بقى كمان يجنن ده. يا حبيبي تسلم ايديك، هو ده اللي انا كنت عايزاه. يجنن بقى. يجنن. خد. ده بقى يجنن اكتر. الله يجنن. الغالي ما يجيبش الا الغالي. خد عسل. خدي بقى كمان دول. ايه دول؟ 100 جنيه هاتي بيهم اللي انت عايزاه. تعيش لي. الله يخليك. ربنا يخليك ليا. الله يخليك. ايه؟ عايز ايه؟ عايز بوسه. اعمل لك الشاي الاول. هتعمل لي الشاي الاول. افرح يا قلبي ذاك نصيب تبلغنا ويا حبيبي. ذاك نصيب تبلغنا ويا حبيبي. افرح يا قلبي افرح يا قلبي لك نصيب تبلغنا مناك ويا حبيبي. افرح يا قلبي. حباية تنيمه والتانية تخمده، التالتة بقى يا بنت يا سماح تخليه ياكل رز مع الملايكة. حلاوتك يا جلجل تجنن وانت نايم. جلجل انت نمت ولا ايه؟ انا ما نامش ابدا الا وانت جنبي يا جميل. عملت لك شوية شاي في الخمسينة، انما ايه؟ عجب. تسلم بقك يا جميل وتسلم ايدك. تسلم لي عيونك. نعم. اسيبك بقى واغير. لو تغير ليه ما انت كده جميل جدا. يا راجل هلبس لك الجلابيه اللي انت بتحبها. بيتك يا بيتك مصيبه عليك. ايه الخيبه اللي انا فيها دي؟ الحمد لله اللي جت على كده. يا خبر الواحد عاوز يشرب الشاي بقى ده سلام. عاوز جفنوه
علم الغزل ومن الليل ما قتل. جلجل. ايه ده؟ مالك يا حبيبتي؟ مش عارفه يا جلجل يسندني. مالك؟ زي ما يكون الارض مالت بيا كده، ونفسي غمت عليا. حامل يا حبيبتي، حامل. حامل ايه يا ألف راجل؟ مبروك. اقعدي يا حبيبتي. انا بس تعبت على غفله. استريحي، انا انزل اجيب لك دكتور حالا. لا 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 لا، ما تتعبش نفسك. ليه؟ انت لسه جاي تعبان من الشغل. طيب يا حبيبتي. مش معقول تنزل دلوقتي يا حبيبي. الف لا بأس عليك. انا هرتاح شويه جنبك كده. طيب. شربت الشاي؟ أوي 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 الحمد لله. طيب. آه. الف لا بأس عن عليك. اذنك يا جلجل. اتفضلي يا حبيبتي. يا دماغي. لا حول الله يا ربي. اه طيب تسمحي لي اجي جنبك؟ اتفضل يا سي جلال، اتفضل. اه خدت تقيلة. يا حظ المهبب. لا إله إلا الله. سي جلال. نعم. أطفي النور. لا وعلى إيه؟ خليه. أنا هقعد حتى. تصبح على خير. على السلامة. أنت مش هتنام؟ لا. طب احكي لي حدوتة. حاضر. كم مرة؟ تصبح على خير. أمانة عليك يا ليل طول، وهات العمر من الأول. أمانة 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 يا ليل يا ليل. جلجل ما كملتليش الحدوتة. ما كملتليش الحدوتة. جلجل انت نمت؟ نوم العوافي يا نايم حافي. بندحرج التماسي على احلى سماسي. أحلى مسا على أجمل ملبسة. تعالى يا حبيبي. وحشتني يا مضروب. أنت أكتر. خد الدواء. يوه وبقى بسابع نوم. وانت تاخد المزة. يبقى هنجيب بطة ووزة. عارف انا نفسي في ايه يا سماسم؟ إيه يا حبيبي؟ نفسي اقطعك. قطعي. ونفسي اكلك. كلي. اكلك اكل. عارف يعني ايه اكل؟ نفسي افتح قلبك بسكينة حامية تعملي فيه إيه؟ وادخل جواه وادور اشوفني قاعدة فين.
وبعدين ولا قبلين ولقيت واحدة تانية، يا لهوي اموتك بايديا دول، اموتك بايديا دول. واحدة تانية، هو ده معقول؟ رسمي عيون رسمي. شيلني شيلني على ايديك، طيرني زي الحمام. ايوه ايوه، كل الحمام 2 2. وانت يا رسمي قلبك فين؟ اخس عليكي تفو، انت طالق. مش بإيدي، غصب عني. قلبي فاتني واعمل ايه؟ راح لماضي اخدوا مني، دوري معايا عليه. وان لقيتي قلبي يبقى، حاولي يمكن تكسبيه. مش بإيدي واعمل ايه؟ حبه مقدر ومكتوب على الجبين، ان ادوق منه بدالك كاس كاسين. كاس مليان احلام هنيه، وكاس مليان بدموع عينيا. قلبي فاتني مش لاقيه، دوري معايا عليه. وان لقيتي قلبي يبقى، حاولي يمكن تكسبيه. مش بايدي واعمل ايه؟ ايه رايك يا جلال بيه؟ اتفضل. الله، تعالى هنا. نعم يا ده بيه. كلام فارغ، حاضر. ده تخريف. انا مرة ما تكرفش بالكلام ده. حاضر يا بيه. فاهم؟ حاضر يا وتسيب بيه. الشغلانة دي. حاضر يا شوف بيه. لك شغلانة تانية. حاضر يا بيه. بيتأدب. حاضر. صباح الخير يا عم احمد. اهلا، صباح النور يا سمات. بابا وصل؟ وصل فين يا سمات؟ بابا بقاله اسبوعين ما دخلش باب المعهد. بتقول ايه يا عم احمد؟ ايوه صحيح، في ناس سالوا عليه كتير قوي. زي مين يعني؟ والجماعه الفنانين دول المطربين. ما تعرفش ما بيجيش ليه؟ والله مش عارف. غريبة. مسير الحي لا ما في احسن من المعرس. بس عيب، راجل محترم زيك تقول كلام فارغ زي ده. افرض انهم ما تلاقوش يحصل ايه؟ قوم. وبتخبي عليا يا عم مرسي؟ غصب عني يا عمدة، وصوني ان ابعدك عن الموضوع ده بقدر الامكان عشان تعرف تذاكر. اذاكر ايه؟ بابا بينتهي، الاستاذ جلال حافظ الفنان الكبير بينتهي يا عم مرسي. والعمل يا عمدة نعمل ايه؟ احنا حاولنا كتير. العمل في ايدك، انت صاحبه وبيسمع اي كلمة منك. حاول تاني وتالت ورابع. ده ابويا، مستقبلي، حياتي. اعمل معروف يا عم مرسي. اتفضل يا عم مرسي. مساء الخير يا بابا. جرايه يا جلال، انت بقالك اسبوعين على الحال ده يا اخي. صحتك وما انتش سائل عنه، شغلك واهملته، وظيفتك في المعهد وما انتش مهتم بيها، حتى عماد ما انتش حاسس بوجوده يا اخي. خلاص يا مرسي، ما بقاليش نفس للدنيا، ما بقتش طايق حد، مش قادر ارفع راسي في وسط الناس. اعتبرها ماتت يا اخي. يا ريتها ماتت وما حصلش الفضيحه دي. نزل ستاره سودا على الماضي يا جلال، انسى اللي فات عشان خاطر عماد. انا يا بابا نسيتني خلاص. جرى ايه يا جلال؟ حقيقي نسيت عماد؟ نسيت الامانه اللي سابتها لك المرحوم امه؟ معقوله؟ الفنانين كلهم عارفين مين جلال حافظ. اذا كان على البنات والجواز اهو مفيش اكتر منه، والبنات اكتر من الهم على القلب. وانسى الفضيحه اللي هدت كياني. دوسها برجليك يا اخي، ما تخليهاش تاثر على نفسيتك. ايوه يا بابا، ما تحرمش الناس من فنك. عشان خاطري يا بابا، عشان خاطر ابنك حبيبي. عندك حق، مفيش داعي للزعل. أنا لازم أعيش للناس وليك يا ابني. اهو كده كلام الناس العاقلين.
الله، ألف ألف مبروك يا عماد. الله يبارك فيك يا هلا، عقبالك السنه الجايه. إن شاء الله يا رب. قول لي يا عماد، ممكن أسألك سؤال وما تزعلش مني؟ انا عمري ما ازعل منك ابدا. ناوي تعمل إيه بعد الثانوية؟ لا مش عارف، لا بقى، يبقى مش ناوي تكمل. انا والنصيب. فهمت طبعا، يا بخت من كان الموسيقار أبوه. طب فهمتي ايه؟ إنك هتكمل. ايوه يا ستي، اخش المعهد العالي للموسيقى العربيه. يبقى ما جبتش مجموع يا حلو. مجموع ايه يا هلا؟ انا جايب 80% يدخلوا اي حد اي كليه. يبقى لازم عايز تطلع موسيقار زي بابا. واحسن من باباه كمان. خليك قاعد اقعد. سمعني كنت بتعزف ايه؟ لا حضرتك اللي تسمعنا. انا؟ الاستاذ يبقى موجود والطالب طب يلا يا سيدي. يا وهو قول لي رايح على فين، يا وهو قول لي وسافرت منين، يا وهو قول لي، يا وهو قول لي. اظن كفايه كده قوي بقى. الله. تعال انا عايزك في كلمتين جوه. عن اذنك يا انسه. ايه الحديث الطويل اللي كان بينك وبين هالة ده؟ لا بتسالني هكمل بعد الثانويه العامه ولا لا؟ كل الوقت ده في الكلمتين دول بس؟ يا بابا مش مصدقني اسالها. لا انا ما اسالش، انا عندي ثقه فيك. وبعدين هلا بنت مؤدبه وبنت ناس طيبين. والله كويسه لحالها. بص انت لمستقبلك وشغلك. يلا روح اقعد معاها عشان ما يصحش تسيبها لوحدها. بعد اذنك. عالباب انا عالباب، افتح لي يا بواب. سماح. ازيك يا رسمي؟ يلزم خدمة؟ يوه مالك يا راجل مش على بعضك كده؟ لا بس امشي دلوقتي امشي. ليه؟ اصل عندي ضيوف وما يصحش يشوفوكي عندي. امشي. هو ضيوفك دول ما بيبانوش على نسوان؟ الله، جنسهم ايه؟ انت هتحاكميني بقى، انا قلت لك الطرائي. بقى ايه يا راجل؟ يا ابن الكلب. عامل له بلانتين ويروح امك. في يا رسمي؟ مين دي؟ دي واحدة معرفة. معرفة؟ ما تقول لها انا ابقى مين؟ انا يروح امك بقى اللي كان لحم ورماني عظم. عرفتي بكره جربي. وحضرتك بقى عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه اللحم اللي كله رسمي؟ يا ريت بيرجع. تقدر يا رسمي؟ تقدر يا روحي يا حبيبي ترجعهولي؟ ترجع لي بيتي اللي اتخرب؟ ها؟ سمعتي وكرامتي اللي اتبعترت قدام الناس؟ تقدر؟ ما ترد. ساكت ليه؟ انت عاوزة ايه يا ست انت مني؟ تعرفي تتوكلي على الله تبعدي عني. أنا؟ يلا بالسلامة. يلا وليا هدية. امشي اوعي تيجي هنا تاني. اقعدي يا شيخ اقعدي ولا يهمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ جلال؟ الله يسلمك يا فندم. اتفضل يا أستاذ جلال، ده بقى حساب ال3 أغاني اللي اتسجلوا. شكرا يا أستاذ عاطف وبالتوفيق دايما إن شاء الله. تعمل حسابك الأغنية اللي فاضلة عايزين نسجل عشان نصورها الأسبوع الجاي. ربنا يسهل إن شاء الله. طيب أستاذن أنا. مع السلامة يا أستاذ جلال. السلام عليكم. ما تنساش. إن شاء الله. يلا يا عماد عشان هتأخر على المعهد. انا جيت اهو يا بابا. هات لنا انت الشاي. اسمع يا عماد، انت دخلت دلوقتي معهد موسيقى عشان تبقى فنان كبير. عاوز اقول لك نصيحة مهمة جدا. اتفضل يا بابا. حبك لفنك لازم يفوق كل حد. اذا حبيت فنك هيديك المال والمجد والشهرة وكل اللي انت عايزه. وعشان كده بابا انا فضلت المعهد عن اي كلية. ربنا يوفقك يا ابني. كل الأستاذ جلال حافظ الملحن عدو المرأة رقم 1.
ومين بقى بسلامته اللي نزل من العربية ده؟ ابن عماد، ولد يتيم، امه ماتت بس هو جن ابن جن، انما قدام ابوه عامل ارنب. أرنوب يعني. بس احنا كنا بننام مش بنفضح ارجوك بلاش الفضايح دي. يا عماد، عماد، خد يا عماد. ايه يا عماد، ما تيجي تتعرف على زملائك الجداد يا اخي؟ هم دول؟ اتفضل. اهلا اهلا. الاستاذ عماد حافظ، اهلا وسهلا. قسم اصوات معانا يعني، ويبقى ابن الاستاذ جلال حافظ استاذ الالات بالمعهد. تشرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. أنا بقى مريم حسين باشا الخربوطلي من الأعيان. تشرفنا يا فندم. وانا اشرف شريف شرف، ابن شريف شرف وبس. يعني مفيش باشا ولا بيه في العيله يعني؟ لا. تشرفنا يا فندم. أنا بقى منى منير أصوات، وحمدت شبابك في فيينا خليفة الأسمهانية. الله يرحمها، الله في حياتك. شكرا. وحضرتك بقى دخلت المعهد عشان باباك أستاذ موسيقى؟ لا والله، انا غاوي فن بطريقه خطيره جدا. ده غاوي. مبروك يا عماد بداية الدراسة. ميرسي يا هلا. عقبال يا رب ما اجيب لك بوكيه وما تتخرج. شكرا. بقول لك ايه، فرصه بقى اعزمك على قعده حلوه في اي مكان. طب انا خايفة لا اتأخر. تتاخري ايه؟ فرصه، يلا. والله عال لسه ولا طلع ولا نزل وجايبه له ورده على الباب. امال لما يكبر ويغني له اغنيه في الراديو ولا في التلفزيون هيجي له ايه؟ حاجات كتير قوي، إيش هدايا وإيش عربيات. مش قلت لكم ده مش سهل؟ تيجي نزن عليهم؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا. الكلام حلو بس الحقيقه مرهق. يا سيدي ما تشيلش هم وتوكل على الله. ربنا يسهل. بتتفسحوا لوحدكم؟ طب اعزمونا معاك. صحيح، ما تعزمونا معاكم. هلا جارتي في البيت، متربيين سوا مع بعض، شرفنا. اصحابي الجداد في المعهد. اهلا وسهلا. طب استاذن انا يا عماد لان انا اتاخرت. ما انا هوصلك. لا خليك، انا اوصل شارع. مع السلامه. الله يسلمك. من ليه أحبابه وناس أصحابه. ايه، تشربوا حاجه يا جماعه؟ متشكره يا كريم. عماد يا فندم. ايه ده، احنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه؟ عازمينا انت يا بنت الباشا؟ لا انا هضطر استاذن يعني. تستاذن تروح فين؟ اروح البيت. طب لا مش هتروح البيت، انت هتيجي عندي انا. هي عافيه؟ عافيه. وتكسب بنت الباشا يا جميل. يلا يلا قوم، يلا تعالى معانا قوم. طب الباشا هناك؟ باشا مش هناك، بس تعالى يلا. يلا 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 يلا. عماد جوه يا عم احمد. خرج من ساعتين يا سعادة البيت. لا متشكر. العفو. اما انا هعمل حته مال فيك يا عماد. ليه طيب؟ انا عايزاك تغني دلوقتي. اغني ايه؟ اول مره اجي اغني. ما فيهاش حاجه. وبابا وماما. ولو قلت لك عشان خاطري؟ ما اقدرش. لا. ايه ما تقدرش ده؟ لو قلت لك عشان خاطر مريم. طب انا هغني. كنت فين يا استاذ وغشتني عليك؟ ابدا، ظروف بقول لك عليها بعدين. ظروف؟ طب ما تبقاش تعملها تاني. حاضر يا فندم. ايه ده؟
ايوه بابا. كنت فين لحد دلوقتي يا استاذ؟ طبعا ما انتش قادر ترد عليا. اسمع يا ابني، انا نصحتك قبل كده وانت لجاني على نفسك، واذا كنت هعيش لك اليومين دول مش هعيش لك بعد كده. روح شوف مين، روح. الحقيقة يعني متأخر. ايه؟ ترى ايه؟ عامل زي الديك الشركسي كده ليه؟ الاستاذ راجع لي دلوقتي من المعهد. ليه كده يا عماد؟ انت ما انتش عارف ان ابوك قاعد لوحده وممكن يقلق عليك يا اخي؟ يا عم مرسي انا عارف ان بابا عنده تسجيل، قلت اقعد مع اصحابي شويه، ما انا باجي اترزع هنا في البيت لوحدي. وانت جرايه يا جلال؟ الواد كبر يا اخي، وان كبر ابنك خويه. انا ما قلتش حاجه، بس كان واجب يقول لي عشان ما افضلش مشغول عليه. اهو كده بقيتوا حلوين قوي. تستاهلوا المفاجاه الحلوه اللي انا جايبها لكم. اقعدوا اقعدوا يا حلوين، اقعدوا. خير يا مرسي، مفاجاه ايه؟ قبل تشرب قهوه ولا شاي؟ انا لا هشرب قهوه ولا شاي، انا بعد المفاجاه هشرب شربات سك. خير يا مرسي. دلوقتي يا سيدي في فرصه جايه لحد عندك عشان خاطر عماد. فرصه؟ فرصه ايه؟ 3 حفلات مذاعه في التلفزيون وعماد هيغني فيها مع ألمع نجوم الغناء العربي. يعني الناس هتشوفني في التلفزيون وهتسمعك في الراديو كمان. حلو قوي. استنى انت يا عماد، انت مش عارف مصلحتك كويس. اتفضل انت على اوضتك. شوف يا مرسي، تشربوا شاي قهوه يعني؟ مش عايزين نشرب شاي ولا حاجه، اتفضل على اوضتك. ايه الحكايه بالظبط يا مرسي؟ انا كلمت لك علي رحمي المتعهد يحط عماد في برنامج 3 حفلات. يعني ايه؟ يعني عماد يطلع سكوندو؟ ومال الصغير بيكبر. لا يا مرسي، انا مخطط لعماد تخطيط تاني خالص. لازم يتولد كبير عشان ما يعانيش اللي احنا عانيناه انا وانت واحنا صغيرين لحد ما كبرنا. امبارح غير النهارده يا جلال. على ايامنا لا كان في اذاعه ولا تلفزيون، وكان على الفنان مننا انه يثبت وجوده بتعبه وعرقه وسهره الليالي. ودي جايه له لوزه مقشره ما حدش فينا كان بيحلم بيها يا جلال. لا يا مرسي، مش دي الفرصه اللي اقدمها لعماد ابني. ما هو لازم يتشاف ويتسمع الاول عشان الناس تعرفه يا جلال يا اخويا. يبقى لازم اقدمه تقديم كويس. ده مش فرح ولا حفله من بتوع زمان اللي كانوا على ايامنا وتنتهي. لا، دي بدايه المطرب، فلازم تبقى بدايه مدروسه. ما بلاش النظريات بتاعت المعهد بتاعتك دي وخلي تفكيرك تفكير عملي. مرسي، دي خلاصة تفكير العميق عشان مستقبل عماد ابني. على كيفك، انا كان قصدي اخدمه بس. استاذن انا. مع السلامه. سلام. مع الف سلامه. انت زعلت يا عماد؟ ازعل منك يا بابا. ما تتضايقش يا ابني ان انا بفوت لك فرصه صغيره زي دي. عمري ما ازعل منك يا بابا، وحضرتك ادرى بمصلحتي. ربنا يا ابني قدرني والاقي لك فرصه احسن من دي 1000 مره. ان شاء الله. شكرا. عيب يا ولد. قومي يا ناس سامعين صوتك. حاضر. ازاي بس ازاي تتوبي يا عيني، ازاي بيقولوا لي توبي. بس توبي توبي توبي. يلا اتفضل قوم سمعنا حاجه. فين الفول؟ فين الطعمية؟ فين البقل؟ فين الكرة؟ ترتتا. إن كان ده شرط البهوية فيحيى العدس 10 مرات. أكلها بعيش وأعيش متهني. مراتي أنا عاوز أروح ما تروحش، عايز أروح ما تروحش. بس بلانيلة دي اصوات. قوم انت. انا استاذ؟ ايوه. يعني اعمل ايه؟ سمعينا اي حاجه من العباطيل. اقروا الفاتحه لابو العباس يا اسكندريه يا اسكندريه. قولوا معايا اقروا الفاتحه لابو العباس. استنى شويه. يلا قول. اسكندريه يا اهل. قوم انت سمعنا حاجه. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه. حب ايه؟
حبي بس اقعد اتفضل قوم انت يا ابن الموسيقار. حسدوني وباين في عينيهم من عطفك وحنانك ليا. حسدوني وباين في عينيهم من عطفك وحنانك ليا. وعذابي في هواك يرضيهم ويا ريتك بتعذب فيا. بتخاف عليا تعذبني يكتر نوحي واصعب عليك لو تعاندني. ليه ده يا روحي خليت عزولي يحسدني وقلبه بيحن عليا. حسدوني تليفون عشانك يا استاذ جلال. مين؟ شركة افلام الغرب. الو. ايوه يا استاذ محمود. تعالى لي حالا، انا بيتي هيتخرب. حاضر، انا جاي لك حالا. مع السلامة. يا عماد. عماد. ايوه بابا. اوكي يا عماد، احنا مستنيينك جوه. جوه. اصحابك دول؟ ايوه. حلوين قوي. طب ابقى روح انت عشان انا عندي مشوار. بالسلامة بابا. اهلا اهلا. الله، هو احنا مش خلصنا؟ ليه في ايه؟ بقول يعني نمشي بقى. اصل بنت الباشا عزمنا على فسحه النهارده. انا بعتذر يا جماعة. ونحن لا نقبل الاعتذار. يعني ناويين على ايه يعني؟ هنروح البيت عندي. يلا بينا. يلا البيت عندها. السلام عليكم. اهلا، اتفضل يا استاذ جلال استريح. عرفت الكارثه اللي حصلت؟ ايوه، ورحت له المستشفى ولقيت قدامه لسه 4 اشهر عقبال ما ربنا يشفيه. للاسف انا عندي ميعاد عرض وعندي اعتمادات مفتوحه في البنك. افهم من كده انك بتفكر في تغييره؟ طبعا، ولا هيتخرب بيتي. طيب فكرت في مين من الاساتذه اللي يحل محله؟ انا دماغي ما عادتش تفكر، عشان كده جبتك تفكر معايا. الدور مطلوب له مطرب صغير. طيب اديني فرصه افكر اشوف مين اللي يليق للدور. ارجوك تهتم يا استاذ جلال. حاضر. مع السلامه. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عينيك عاوزه تقول حاجات كتير. تعرف تقراها؟ طبعا، بس انا نفسي تقوليها لي انت بنفسك. ما دام بتعرف تقراها ما تقول انت. يا ترى شعوري هو نفس شعورك؟ بس عينيك اكيد مخبيه حاجه، ونفسي يكون اللي في قلبي هو اللي في قلبي. قلت ايه يا هلا يا حبيبتي؟ ده باين عليه عريس متريش. انا ما بكوش الفلوس يا فردوس يا اختي، وبعدين انا لازم يبقى لي راي في الراجل اللي اتجوزه. بس انا يا حبيبتي اختك الكبيره واعرف مصلحتك.
انا اللي هتجوز مش انتي، والراجل ده انا مش هتجوزه، ولو انت مصممه انا هروح اقعد عند خالتي الصالح. انا عايزه اعرف بس العريس ده ناقصه ايه؟ ايد رجل ده كامل من كله، والراجل ما يعيبوش الا جيبه. انا قلت لا يعني لا. ايه الحكايه؟ الناس قلقت بره. بقول لك ايه يا حسن، اديهم فرصه اسبوع ولا 2 للسؤال او اي حاجه تانية. يا جوز اختي ارجوك ترفض، الراجل ده انا مش عايزه اتجوزه. ليه؟ عشان كبير شويه في السن؟ ما هو كل العرسان الايام دي كده. والشباب الصغير يا حبيبتي ما يقدرش يتجوز، ما يقدرش يفتح بيت. والشباب اللي معاها فلوس عايزين واحده عندها ملك ولا قرض شهري. انا قلت مش عايزه اتجوزه يعني مش عايزه اتجوزه. بقول لك ايه يا حسن، تعال سيبها تفكر اسبوع ولا حاجه. بنات اخر زمن 4. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، انست وشرفت، اهلا بيك. خير خير ان شاء الله. انا جاهز. يا عيني الشقه موجوده وفلوسي بجيبي تمام التمام. يا عيني يا حنين، يا عيني يا حنين. بقول ايه لحضرتك يعني تصبر علينا كده يجي اسبوع للسؤال يعني. ايوه مفيش مانع. الكارت بتاعه اه انا عتريس الدقدوق، ايوه اكبر سباك في المغربيين كلها. بقول لك ايه؟ نعم. انا مفتح قوي قوي وفلوسي بجيبي يا عيني يا حنين. وماليش بركه الا انت. يا ريت مشيني الموضوع، اعمل معروف. قوي من عندي قبل العنديه، انت تؤمر. بعيدك ايه؟ ايوه يا اخويا. وانت ليكي من عندي اسويله وكردان دهب. يا سلام. يا عيني وانا بقى مفيش حته بنطنطيف على رقبتي ولا حاجه من دي. ده انا ماليش بركه الا انت. انا عينيا. عن اذنكم بقى. ما هو بدري. بقول لك ايه؟ نعم. انا مستعجل قوي. ولا يهمك، العروسه عجباني قوي. طبعا طبعا مع الف سلامه. بيقول مستعجل قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقومي يا اختي ما تقومي، وانت وشك شبه حصلت التليفون. تعالي من هنا. انت رايحه فين؟ عايز اخوك. ايه رايكم يا جماعه تيجوا عندي في البيت وهعزمكم على الغدا؟ والله فكره. انا بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الزملاء أعلن تأييدكم على دعوتكم الكريمة على غذائكم المغذي. لا يا جماعه بس انا مش هقدر معلش. ليه يا عماد؟ لازم بقى ما بتحبناش. لا متوعد انا وبابا نتغدى سوا. وهو ابوك لو اتغدى لوحده يا عماد هيحصل له حاجه؟ احنا متعودين نتغدى مع بعض، ما يخلصكوش هنسيب لوحده. يا ابني انت عايز تضيع علينا الغدوه؟ انت مسلط علينا ولا ايه؟ يا اخي خلي كل واحد على راحته. ايوه بس لازم تعرف اني هكون زعلانه منك قوي. تتعود يا مريم. وعد. ان شاء الله. طيب اوصلك لأقرب تاكسي. لا انا من هنا هاخد تاكسي على طول واخلع. السلام عليكم. باي باي. ايه؟ قابلني بعد ساعة في الكازينو بتاع امبارح. ليه حصل ايه؟ هناك هتعرف. السلام عليكم. وعليكم السلام يا بابا. الحمد لله وفرت عليا كتابة الجواب. جواب لمين؟ لحضرتك. استاذن في حضرتك يعني انزل اتمشى مع اصحابي. اصحابك ولا حاجه تانية؟ لا اصحابي. طب ما تتاخرش عشان نتعشى سوا بره ونحتفل بمناسبه سعيده جدا. سعيدة جدا. جدا جدا. طب اخد فكرة صغيرة عنها؟ لما تيجي ابقى احكي لك عنها. طب يا بابا مش هتاخر. مع السلامه. سلام عليكم. يا ست في ايه؟ مفيش. مفيش ازاي؟ في ايه؟ عايزين يجوزوني. طب ما انت لازم تتجوزي طبعا. نعم. ايوه اول ما اخلص المعهد واعتمد على نفسي هاجي اخطبك على طول. انت فاهم انهم هيستنوك لغايه ما تخلص دراستك؟ ده جالي عريس يا عماد. والحل ايه؟ الحل في ايدك. انا مش عايزه لا مهر ولا شبكه ولا عايزه اي حاجه تاني خالص. تقصدي ايه يعني؟ يا عماد انا ما اقدرش اتخيل نفسي مع واحد تاني غيرك. ولا انا طبعا. ولا يمكن اسيبك في الظروف دي ابدا. صحيح يا عماد. صحيح. بقول لك ايه؟ رواقي كده ها؟ وريني الابتسامه الجميله بتاعتك. ايوه كده. مساء الخير يا بابا. يلا يا استاذ غير هدومك عشان عصافير بطني بتزقزق. لا حضرتك اتفضل، انا مش هقدر انزل. الله احنا مش متفقين مع بعض. ايه اللي خلاك تغير رايك؟ مفيش. الله
احنا هنبتدي نخبي على بعض ولا ايه؟ لا ابدا يا بابا. امال ايه؟ الموضوع يعني مش عاوز اوجع دماغ حضرتك فيه. يبقى لازم اعرفها عشان اشترك معاك في الحل. دي مشكله لواحد صاحبي عزيز عليا يعني قوي، مش عارف احلها. ايه؟ صاحبك ده محتاج فلوس؟ لا يا بابا، حاجه اكبر من كده. وغشتني يا ابني وحيرتني. ايه؟ قتل؟ لا لا لا، بيحب بنت. يبقى اتقتل. حب شريف. يبقى مغفل. اصل البنت بنت ناس طيبين قوي. بلاش كلام فارغ. مفيش حاجه اسمها حب، في حاجه اسمها مصلحه. الحب موجود يا بابا. كذب وخداع. تبقى حضرتك ما بتحبنيش. حب ليك بعيد عن كل غايه ومصلحه، لكن حب الستات كله مصلحه. اللي تشوف حضرتك. الفرصه اللي انا كنت بحلم لك بيها هي جت لحد عندك. فرصه ايه؟ فرصه اللي هتخليك من نجوم الصف الاول. مره واحده نجوم الصف الاول؟ فيلم استعراضي غنائي عظيم. بابا بس دي فرصه كبيره، ممكن ما بقاش قدها. تبقى قدها واكبر منها كمان. ازاي؟ العمل، الدراسه، واذا ما استغلتش الفرصه دي كويس مش هتجيلك فرصه زيها بعد كده ابدا. ان شاء الله بقى عند حسن ظنك. يلا بقى يا حبيبي الاحسن عصافير بطني زقزقت من الجوع. عصافير بطني ايه يا بابا؟ انا شبعت. انا شبعت يابا. طيب يا ولد. في ايه يا هاله؟ صحيت لقيت من اوضتك والع، اتخضيت. ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي يا حبيبتي؟ بفكر. في ايه؟ انا عارفه اني بقيت حمل تقيل على جوزك وعايز يخلص مني. ابدا يا هاله، حسن بيدور على مصلحتك. انا عارفه مصلحتي كويس قوي، وانا من بكره الصبح هنزل ادور على شغل واكمل تعليمي. الجوازه دي انا مش عايزاها. مش عايزاها ليه؟ صرحيني، ده انا اختك واخاف على مصلحتك. اولا الفرق اللي في السن اللي بيننا كبير قوي. كويس. ثانيا بقى انا ايوه اهو انا بقى عايزه ثانيا دي. انا من حقي اتجوز الانسان اللي انا عايزاه. يا هلا يا حبيبتي، الانسان اللي في دماغك ده ما ينفعكيش. على اي اساس حكمتي؟ عماد طول عمرنا مربيين. اولا لسه تلميذ وما يقدرش يقول لابوه انه عايز يتجوزك. هو وعدني انه هيعمل المستحيل ويقنع ابوه. ازاي يا ست العقلين؟ بقى جلال حافظ اللي معقد من الستات يرضى يجوز ابنه؟ انا لسه صغيره وهستنى عماد لاخر يوم في عمري. ان كانت مصاريفي تعباك وانا هشتغل. انت اللي غلطانه. ان ما شالتكيش الارض اشيلك جوه عينيا. ده انا اختك وامك، ده انا اللي مربياك يا هاله. وما تزعليش مني، انا بدور على مصلحتك يا حبيبتي. هنا محطة حلويات الشمعدان تباع لنا في كل الأوقات. الشمعدان لكل حلو وكتماطع هتعمل هيبر بالشوكولاتة تدوقها وتقول بقلاطة. الشمعدان الشمعدان وتقول له مرحب بزبوني وحبايبي اللي حبوني ودي أحلى بس زي عيوني. الشمعدان 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 يجنن. نجم الجديد عماد حافظ في تصوير اللقطات الداخلية لفيلم عاشق النغم مع نجمة الاستعراضية عبير حمدي. برافو برافو. يا عيني يا عيني، يا بخت من كان نكيب خاله. لا ده ابوه، انت تصدق. بس اللي هيجنني ازاي بقى نجم سينمائي بالسرعه دي؟ ان كنت وارث فدان ولا اتنين الحق وزرعهم كوسه. يعني عماد خد بطوله الفيلم ده بالكوسه يعني. انا اصلي ما بحبش اسمع اللي انتوا بتقولوه ده. عن اذنكم. الله، انت زعلتوا ليه يا بنت الباشا؟ انا اصلي ما بحبش الطريقه بتاعتكم دي. على مهلك علينا شويه، عماد ده حبيبي. ما هو واضح من كلامك قوي. ده بدل ما نقف جنبه ونشجعه كلكم قاعدين تقطعوا فروته. مش كده؟ لا انت خدت الموضوع جد قوي. الله، ما بلاش حقد بقى. لا لا لا، انت خدت الموضوع جد قوي، ما بلاش المسائل دي علينا بقى. انا اصلي ارفض الاسلوب الرخيص بتاعك ده. اقعدي اقعدي اقعدي. عماد ده صديق عمري، انا يخلصني برضه اقول عليه كلمه وحشه؟ امال ايه الكلام اللي انت قلته عليه ده؟ مدح. مدح زي ما بتقولي الولد الشجيع. يا سلام على الولد الفلاني اللي مثل الدور الفلاني. كلمة ولد هنا مدح ولا تحقير. الله. معودة واسمعودة بقى نسيب راجل غني ومبسوط ونجري ورا التلميذ ابوه بيصرف عليه. ما دام بتحبه يا حسن هي حرة، وهو كمان ابتدى يشتغل. دي لسه صغيرة وما تعرفش مستقبلها فين. الناس دلوقتي بتبص اللي عنده فلوس في البنك قد ايه، عنده عمارات قد ايه، عنده فدادين طين على دماغي ودماغ اللي خلفوني قد ايه. يا بنتي يا هالة
يا هالة. نعم يا ابي. اقعدي يا بنت. اللي انت قلته وانا سمعته. انت بتصنطي علينا يا هالة. موضوع يخصني، افتكر من حقي اسمعه عشان ادافع عن نفسي. سمعيني يا ست وجهة نظرك. ظروفي انا شرحتها لاختي وسمعتها وهي بتقولها لحضرتك. بقى ده اسمه كلام؟ فرضنا عماد لقى واحدة واتعرف عليها، نرجع نندم. في دي بقى عندك حق. لا، ظروف عماد انا عارفاها كويس قوي. وانا كمان حرام عليا اسيب راجل معاه فلوس ومال وهدومه. بقول لك ايه يا حسن، ادي فرصة لعماد انها تكلمه. هديها. بنات اخر زمن. بس يا حبيبتي ما تزعليش، حسن بيحبك وعايز مصلحتك، اعتبريه زي المرحوم بابا. وهو بابا لو كان عايش كان هيرضى يجوزني جوازه زي كده؟ فعلا القعده هنا ما تحسبش من العمر، انما انا هقوم لاني مرهق طول النهار. لا اخس عليك يا عماد، انا عايزاك تقعد معايا شويه. انا نفسي اقول لك كلام كتير قوي. فالايام جايه كتير وهنتكلم ونقول كل اللي احنا عايزينه. عايز تقول ايه؟ عايز اقول اللي مش قادر اقوله لاعز الناس. ايه ده؟ دي فزوره بقى. اسكتي يا مريم، انا تعبان جدا. عماد، انت بتحب قوي. الله، طب وساكت ليه؟ ما تتكلم. لما يقون الاوان هتعرفي كل حاجه. مالك؟ ايه النظام؟ لايقين على بعض مش كده؟ قصادي ايه؟ يعني كانت في ايدك ودارت منك يا جميل. بتضحك على ايه؟ مش ممكن تطير مني ازاي؟ بص على قدك، بص جنبك تلاقي اللي بيحبوك، انما لو بصيت بعيد هتتعب وهتتعب قوي يا جميل. تصدق عبد الوهاب لما قال بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني. طب اسمحوا لي انا يا جماعه بقى استاذن. اوصلك. ما بدري يا عم. لا لاني لازم انام بدري. ما النجوم لازم تنام بدري، امال ايه؟ ابدا، ده النجوم بتسهر لغايه لما الفجر يشقشق. دي نجوم السما يا حدق. طيب لو سمحت يا اشرف، ممكن توصل عماد معاك؟ اقصد الاستاذ عماد في سكتك يعني، وبالمره اخد صبحي معاك. ها؟ قوي. اتفضل. بابا يا منى. استرحمت ايه يا جميل؟ ايه النظام يا بنت الباشا؟ القعده طولت قوي في الفرندا. رسم بقى ولا حب النجوميه؟ انتي بالذات انا مش هريحك ابدا. يا واد يا فتك، امال ايه اللي انا شايفاه ده؟ وايه الفتاكه بتاعتك دي كلها؟ بقى بالذمه يا مريم، السناره ما غمزتش؟ اظن انت عارفه مريم كويس. وعلى العموم هاتي ببطنك بطيخه صيفي. انا بس بحب اتسلى وبس. يعني الموضوع مش جد، مجرد كلام في الهوا بس؟ ايوه، انا بقى بضيع وقتي. ولحد امتى يا جاوة هتضيع الوقت؟ لحد ما الاقي لي لعبه جديده اتسلى بيها. ايه رايك يا عم؟ انت بتسوق احسن مني اهو، انما انت كنت سرحان في ايه وانت سايق؟ ولا سرحان ولا حاجه. هنبتدي نخبي على بعض بقى ولا ايه؟ هنشرب الشربات امتى؟ شربات ايه يا ابني؟ شربات الفرح. انت جبت الكلام ده منين يعني؟ انت واد جن وساهل. حد يبقى قدامه النعمه ويرفصها برجليه؟ يا ابني ولا جن ولا حاجه، انتوا فاهمين الموضوع غلط وتفكيركم ضيق جدا. يا عم بلاش فلسفه بقى. انا لو مكانك وفي وضعك ده دلوقتي امتع روحي بفلوس بنت الباشا يا باشا. تصبح على خير. يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. مبروك يا عماد. الله يبارك فيك، على فكره انت وشك حلو عليا جدا. كان نفسي اجي وابارك لك وانت بتشتغل وبتمثل، بس
اللي حصل بيني وبين جوز اختي ما خلينيش اعرف اجي. ايه حصل ايه؟ سيبك من اللي حصل دلوقتي وقول لي عملت ايه. مثلت كويس؟ كنت احب الفرصه دي تجيني وانا في ظروف نفسيه احسن من كده. كنت عملت عمايل يا هلا. يعني ما مثلتش كويس؟ لا مثلت كويس، بس كان ممكن ابقى احسن من كده اكتر. وانا السبب. انت ذنبك ايه؟ السبب ظروفنا احنا اتنين. بابا مش عارف اكلمه في الموضوع لحد دلوقتي. مش انت اشتغلت والحمد لله، خايف منه ليه؟ اشتغلت ايه يا هلا؟ ده فيلم ويخلص. بكره يجيلك افلام كتير وتبقى مشهور وربنا يسهل. واختك وجوز اختك هيستنوا؟ طبعا لا. يبقى رجعنا للطريق المسدود. وانا قلت لك على الحل اللي خلصنا وانت مش راضي. هلا مش عايزك تفهميني غلط. انا ممكن اكتب عليك دلوقتي حالا، بس نقعد فين؟ انا مش عايزاك تشغل دماغك بالموضوع ده عشان تعرف تشوف شغلك. طب وانت هتعملي ايه مع جوز اختك ده؟ انا كل اللي يهمني اني اشوفك ناجح. نجاح ما يبقالوش طعم الا وانت جنبي. يا ريت كان حكمي في ايدي، كنت استناك العمر كله. عموما انا هستنى اي فرصه قريبه واكلم بابا في الموضوع ده. وان رفض؟ هتصرف انا تصرف تاني. صحيح يا عماد؟ اللي فيه الخير يقدمه ربنا. بقولك ايه، ما تطلعش ورايا على طول، لفلك لفه وبعدين نطلع. ما انا عارف. مع السلامه. الله، امال هلا فين يا فردوس؟ خرجت تشتري حاجه وزمانها جايه. خرجت تشتري حاجه ولا راحت تقابل الاستاذ؟ وماله يا اخويا لما راحت تقابل الاستاذ عشان يكلم ابوه ويجي يقابلك. ولما الراجل اللي قايل عليها يشوفها معاه؟ مع السلامه. خلاص خليها قاعده جنبك وحل من كيسك واديها. نعم يا اخويا، انت فاكر انت اللي بتصرف عليها؟ طبعا. فوق يا ابو علي فوق، افهمني كويس، البيت ده بيتصرف عليه من فلوس ابويا وامي اللي احنا مخبيينها عنها. وما تنساش كمان المعاش يا اخويا اللي بتلهفوا منها كل شهر. فوق لنفسك يا ابو علي. الله بهزر، ما كانتش كلمه قلتها. قومي بقى وضب لنا لقمه نتعشى. يلا. هلا طمنيني، عملت ايه يا حبيبتي؟ طلب مني مهله كام يوم يفتح ابوه في الموضوع. يا اختي هو ماله لبخه كده ليه؟ مش خلاص اشتغل يبقى خايف من ابوه ليه بقى؟ خايف من الزمن، لا الشغل ما يدومش يخسر ابوه. اهلا عم مرسي. ايه يا عم؟ ايه في ايه؟ تعالى بس استريح نستلم الاول. خير؟ ايه؟ كنت عاوزني ليه؟ ريح بس ريح. امال فين الراجل العجوز المكار؟ نايم اصحولك؟ لا 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 لا، خليه نايم. ده داهية من دواء الزمن. لو اني كنت عاوز اصحيه وابلغه اعدامي. قال ايه؟ فضل مدكن عليا خبر اشتغالك في الفيلم انا صديق الطفوله والتشرد، وانا قلب هبلي كنت فاكر اني جايب لك فرصه العمر، لحد ما قريت الخبر في الجورنال. والله يا عمده والله يا عم مرسي انا نفسي ما كنتش اعرف الموضوع ده خالص. ده استاذ يا استاذ، عرف يضرب ضربته وايه في الوقت المناسب. الكلام خدنا يا عمده، فين الشربات يا حبيبي؟ الشربات ده جايبه لك في ازاز لحد البيت. تشكر يا عمده. تشرب شاي دلوقتي؟ لا 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 لا، انا اقوم عشان اتكل انا بقى. طب انا هاجي معاك عشان عايزك في موضوع مهم جدا. قوي قوي يا عمده، يلا. وادي تريحه. ايه في ايه يا عمده؟ كنت عايزني ليه؟ في موضوع مهم عايز اكلمك فيه. طب ما تديني فكره، ده انت كده شوقتني وشغلتني. لا هي مشكله مش عارف احلها، وقلت مفيش غير عم مرسي هو اللي يحل لي المشكله دي. يعني انا هكون اشطر من ابوك يا عمده؟ ده حلال العقد، ده يحل اللي ما تتحلش. جرى يا عم مرسي؟ انت بتقول ايه؟ انا اقدر افتح باب في الموضوع ده؟ ما انت فاهم موضوع زي ده اوعى يكون موضوع حريمي يا عمده. امال اللي انا عامله ده كله يعني ايه؟ ايوه موضوع حريم طبعا. موضوع حريمي؟ وعايزني انا اللي احل واربط في موضوع زي ده؟ ده كان ابوك يحل وسطي. عم مرسي انا بحبه، وانا بين نارين دلوقتي ومش عارف اشتغل.
والله وكبرت يا عمده ونار الحب بتاكل في قلبك. انا بشر برضه. خلاص سيب الموضوع ده على الله وعلي انا يا عمده. عم مرسي اوعى تتخلى عني، انت عارف انا ماليش في الدنيا دي كلها غير كنت واتنين. خلاص ولا يهمك، قوم انت بس ذاكر لك كلمتين عقبال انا بعمل لك كوبايه الشاي اللي هي. ايه اللي بتقوله ده يا مرسي؟ انت جرالك حاجه في نافوخك؟ انت اللي جرالك حاجه في نافوخك يا جلال. معقوله؟ انت نسيت ان عماد لازم يحب، لازم يكره، لازم يتجوز؟ انت اكيد اتجننت يا مرسي. يا جلال يا حبيب قلبي، انت مصمم ان عماد لسه صغير، عماد بكره يكبر ويبقى تفكيره من نافوخه، ساعتها هيتجوز بارادتك او من غير ارادتك يا جلال. لا يا مرسي، الجواز عقبه في طريق كل فنان، وعماد لسه على اول السلم. اكبر فنانين بلدك متجوزين وعندهم اولاد كمان. كذب كذب، صاحب بالين كذاب. الفنان لازم يتجوز الفن وبس. يا جلال جوازتك انت من سماح كانت غلط من اولها، فرق السن اللي بينكم، كمان ما احسنتش اختيار الست اللي اديتها اسمك بعد موت المرحومه ام عماد. ارجوك ارجوك يا مرسي، احنا مش هنقلب الماضي دلوقتي. الله يسهل لها مطرح مراحل بقى. خلينا احنا في الزرع الاخضر الجميل اللي المستقبل قدامه. البت هاله بنت حلال وعماد بيحبها يا جلجل. مفيش حاجه اسمها حب، هما لما لقوه خد فرصه في السينما طمعوا فيه. يا جلال تفكيرك ده غلط، الواد والبنت بيحبوا بعض من زمان، ما تعلقش غلطتك على شماعة أجمل شيء في الوجود. مرسي أنا لازم أوقف الجوازة دي بأي شكل. رايح فين يا جلال؟ رايح أوقف المهزلة اللي هتحصل دلوقتي. يا راجل اسكت واقعد بقى. أسكت لحد ما الفاس تقع في الراس؟ طب عشان خاطري يا جلال، البنت هالة مالهاش ذنب، عشان خاطري بلاش الفضايح. لو ما عملتش فضيحة دلوقتي هيفتكروني لقمة سهلة وابقى أمام الأمر الواقع. جلال استنى بس، تعال بس يا راجل، تعال يا أستاذ جلال. اسكت أنت يا مرسي، خليك هنا. طب الكلام يبقى بالراحة عشان جيران. طيب عن إذنك. يا اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ جلال. ست فردوس. افندم. جوزك الأستاذ حسن معرفش إيه ده موجود؟ لا مش موجود يا استاذ جلال. طب إحنا جيران واللي يزعلك يزعلنا. فعلا يا استاذ جلال، اللي يزعلك يزعلنا. يبقى تسمع الكلمتين اللي أنا هقولهم من غير ما تقاطعيني. اتفضل قول. ابعدي هالة عن ابني، خليه يشوف مستقبله. ومين قال حضرتك يا استاذ جلال ان هالة هتتجوز عماد؟ انا مش عايز اكرر الكلام اللي انا قلته. ابعدي هالة عن ابني، هو لا هيتجوز ولا هيتنيل. استاذ جلال كلامك على عيني والراس، ابنك وانت حر فيه، خلي له يتجوزه براحتك. في حاجه احب افهمها لحضرتك، اني انا ليا شروط في العريس اللي يتقدم لي، انه يكون راجل وملوش وصي يتحكم فيه. حاجه تانية كمان، ان انا في عريس متقدم لي ومانيش حبور لو سعماد ما اتجوزنيش. خدمه تانية يا استاذ جلال، مع السلامه. اتفضل. مع السلامه. هتطرديني؟ مع السلامه يا استاذ جلال، مع السلامه. يبقى قابليني لو حد اتجوزك. مع السلامه. بنت المفعوصه بتقفل الباب في وشي. كويس ان حصل كده يا جلال، احمد ربنا. انا مش عارفه دلوقتي انت بتعيطي على ايه. ده كويس قوي ان ربنا فوقك، وكويس كمان ان انا ما طيرتش العريس اللي جالك. عماد ملوش ذنب. ايه يا شيخه، ده ما عندوش شخصيه خالص وماشي ورا ابوه على طول. ادخل. نجاحه وقلة حياة. يا جلال مش كده ابدا، انا لا يمكن هسكت على الموضوع ده ابدا. ما يصحش كده. انا هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليهم. على ايه ده كله يا بابا؟ حضرتك عاوز تجوزني؟ حق من حقوقي زي اي شاب. اخلص، ما تردش عليا. يا جلال ما يصحش، عماد ما بقاش صغير يا اخي. طول ما بياخد مني مصروف وهو نظري عيل صغير كمان. برضه ما يصحش. تقدر تقول لي حضرتك هتصرف عليها منين؟ اظن فاكر هتصرف عليها من جيب ابوك. لا من شغلي يا بابا. شغلك؟ شغل ايه يا ابو شغل؟ ده انت العقد بتاعك ما يجيبلكش بنطلون من اللي انت بتتعايق بيهم. ها يا بابا، من النهارده ايديا مش هتمدلك تاني. اخلص. ومش هخرس تاني يا بابا، ومش قاعد في البيت ده تاني. الله عماد استنى بس يا عماد كده. الو، مين عايز يا فندم؟ ايمن؟ طب لحظه واحده. مريم، يا مريم. تليفون علشان. ايوه يا ماما، علشاني انا.
الو. ايوه يا ماري، انا عماد. عايز اشوفك دلوقتي باي طريقه. مالك؟ صوتك مش طبيعي ليه؟ قولي، في حاجة حصلت؟ لاني اتخانقت مع بابا وسبت البيت كمان. انت ممكن تتفضل عندنا. طب عشان باباكي؟ طيب. لا ما فيهاش حاجة. طيب هاجي حالا. اوكي، انا منتظرك. مع السلامه. باي باي. مريم، ايوه يا ماما. ان كان صحابك جايين بلاش يعملوا دوشه عشان تعبانه. حاضر يا ماما. حضرتك ندهت لي يا استاذ حسن يا حمش؟ ايوه، كنت عايز اخلي الحساب اللي بيني وبينك للصبح. طب مش هقول الاول مساء الخير؟ مساء الخير تتقال للناس اللي تقدر الجيره وحب الجار. عيب يا استاذ حسن يا حمش. مش عيب يا استاذ تتعدى على اهل بيتي في غيابي. معلش ما تزعلش منه، الاستاذ جلال هو الكبير برضه. اسكت انت، خليني اعرف اشوف شغلي. اقصر الشر يا حسن يا حمش. اسمع كلامها واقصر الشر يا حسن يا حمش. مش هقصر الشر يا جلال يا حافظ. انت بتستدخل نفسك؟ ايوه بستدخل نفسي. طب انا بقى ههزقك قدام اهلك. يا لهوي يا لهوي. قوموه. قوموه. سيبوه. السلام عليكم. تعرفي مرة تانية تقفلي الباب في وشي هقطع ودانك. حاضر يا انكل. وريتك يا جلال يا حافظ. اتفضل. كويس قوي انك عملت كده. ايوه بس انا مش هقدر ابيتك هنا، انت عارف بابا وماما كويس. ولا اقول لك، انت ممكن تبات عند اشرف او صبحي. لا لا لا، مش عايز حد منهم يعرف خالص. طب اسمع، انا ممكن اديك مفتاح شقتنا التانية، ممكن تبات فيها. كده كويس. سماح، انت فين؟ انا فين؟ اه انا اهو، انا جيت. اهلا. اهلا بيك، وحشتك قوي 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 قوي. اه. ما انا جيت لك. ليه؟ جيت اصفي حسابي القديم. هو انا في حساب بيني وبينك؟ فاكر؟ حساب طويل، حساب كبير. ايوه، حساب خربانك لبيتي. عارف بيتي اللي خربته؟ عارفه. عارف راجلي اللي ضيعته؟ طيب. اللي ضفره وساوي رقبتك. طيب كان بيت خربته يا رسمي. بس علي يا سماح، علي. ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش خايف حد يشوفك؟ علشان نقعد لوحدينا،
بعيد عن كل الناس. وكمان عشان تفهمني الفزورة اللي خلتني أسهر طول الليل علشانها. فزورة ايه؟ الكلام اللي انت مش قادر تبوح بيه لأعز الناس. لا دي مشكلة كده في حياتي يعني. أيوه، بس انت قلت لي قبل كده انك تعبان قوي. لا أنا قلبي اللي تعبان، مش وايه اللي تعب؟ مش عارف. إن كان عجز مادي يتدبر، وإن كان عجز آدمي خلاص ما بقاش في طبقية، والنسب بقى موضة قديمة. المهم الشخص نفسه واستعداد الطرفين للحب. هو فعلا عجز آدمي، بس مش بالطريقة اللي بتقوليها دي. أمال إيه؟ بابا يا ست عدو المرأة رقم 1. طبعا ده شيء واضح ومعروف من تصرفاته معانا في المعهد للبنات. يبقى أنا هقدر إزاي أقول له إن أنا بحب بنته وعايز أتجوزها؟ هو باباك على عيننا وراسنا طبعا، وواجب احترام. أيوة بس برضو هو ماله ومال تصرفاتك ولا خصوصياتك أنت؟ بابا بيعاملني كأني لسه طفل صغير. إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ أيوه، يعني المفروض إن أنا ما أعملش حاجة غير لما أقول له، بس أنا مش هقول له حاجة تانية. خلاص يبقى مفيش مشكلة. إزاي؟ تتجوز وتقول لي بابا العزيز أنا اتجوزت. في كلمة زي دي بقى القيامة تقوم وممكن يطردني من البيت. وأنت فاهم لما تتجوز هنقعد مع باباك ونسيب الفيلا؟ نعم. طبعا لا يمكن يا عماد. الظاهر فهمتيني غلط على فكرة. طب بقى ممكن تفهمني إيه الصح؟ مريم دي بالنسبة لي أخت. أخت؟ يعني ما كنتش المقصودة بالكلام ده؟ أنا آسف يا مريم، الظاهر أنا ما عرفتش أفهمك. أنا كان قلبي حاسس إن في واحدة تانية في حياتك. عموما يا عماد كل شيء اسمه نصيب. تقدر تعتبرني أختك من دلوقتي، تقدر تعتمد عليا في كل حاجة، أي حاجة أنت محتاج لها. صبحي ايوه مين؟ اهلا استاذ جلال، اتفضل يا بيه. ما شفتش عماد؟ لا يا عماد ما شفتوش من يومين. غريبة، ما فاتش عليك النهارده؟ لا. طيب تعال ندور عليه سوا. ليه في ايه؟ بعدين اقول لك بعدين. مساء الخير يا اشرف. اهلا استاذ جلال، اتفضل. شكل ما شفتش عماد؟ لا انا ما شفتوش النهارده خالص. يبقى راح عند مريم. مريم مين؟ مش ممكن عماد يروح لها لوحده، ده احنا بناخده معانا بالعافيه. الله، امال راح فين؟ ما قلنا لك يا استاذ جلال راح عند مريم من الاول. يا استاذ جلال، استاذ جلال. فين كليوباترا فين؟ روح شوفها يا ابراهيم. يا ابراهيم فين عماد؟ ما وصلش يا استاذ، روح للبيت يا سيدي. روح. الاستاذ عماد جه. استاذ عماد. ايوه استاذ فيه. اهلا وسهلا، مين حضرتك؟ انا والده. والد عماد؟ ايوه جاي تمثل بداله يعني؟ لا يا فندم انا مش ممثل. طب ما تروح تشوف لنا عماد. حاضر يا فندم، بدور. يا ريت تشوف لنا عماد. حاضر يا فندم. ده بقاله 5 ساعات. 5 ساعات يا حاضر فندم، فندم. 5 ساعات. يلا شوفوا عماد. حاضر، عن اذن سيادتك دقيقة واحدة. اتفضل. السلام عليكم. يا ابراهيم. هي الدنيا ضلمت ليه؟ لا مؤاخذة يا فندم، أنا جبت لك عماد أهو ولابس اللبس الجاهز بتاع الشغل. انت كنت فين يا استاذ عماد امبارح واول امبارح ما جيتش ليه والنهارده متاخر 5 ساعات ليه؟ معلش يا فندم، حصل خير. أنا فهمته الالتزام بمواعيد العمل علشان يبقى فنان كبير زي حضرتك. ميرسي يا استاذ جلال. اتفضل يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ على الشغل، اتفضل. كنت قايلين قوي والاستاذ كان هايل جدا. هي فين؟ كنت هايله يا مدمزيل، انما بتهزري كتير في الشغل وده مش كويس. انا كان ممكن الغي الشغل
انما عشان خاطركم مش لاغي. برافو برافو يا عماد، مبروك يا عماد، انت هايل يا عماد، انت هايل، كنت تجنن. كلام فارغ ولا كلمه خالص. هات الكاميرا يا ملاك. تعالى. لا صب مش كده يا عماد، مش كده يا عماد، انا عايز ضرب نار يا عماد، عايز ضرب نار ودم. يلا يا عماد، يلا بطيء. بص كلاكات يا ابراهيم. 136 واحد تاني مره. لا 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 مش كده ابدا يا عماد، انا عايزك تتعلم مني يا عماد، ما مش معقوله، وانت خد بالك كويس، اتعلم انت راخر. بص يا عماد كده. حلو قوي يا استاذ، حلو. يلا يا ملاك كويس كده. بطيء اكشن. 136 واحد ثالث مره. ايه الافتراء بتاعك ده يا اخي؟ ايه يا جماعه انتوا مش فاهمين؟ احنا بنمثل. تمثل ايه؟ بنمثل ايه رايك؟ جامد، مبسوطة قوي. ايه رايك؟ حب جميل. في ايه؟ اسمع يا ملاك. ادفع يا ملاك، ادفع يا ملاك. الله الله، هو ده اكشن يا ملاك. موسيقي وفنان ومطرب وكذا وكذا وكذا. عيب كده. مبروك يا ابني، طلعت شجيع ومطرب مظبوط. بعد اذنك. اتفضل. استنى. تعال يا حبيبي، ده زي اخوك. عيب كده. ادب. مبروك يا عم، طلعت شجيع وطلعت مطرب وموسيقي. انا جبت لك خطيبتك وموافق اهو على الجواز. مبروك يا عماد. 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 ثانية واحدة، المشهد الأخير، اتبع يا ملاك. الله عليك. ده مين؟ المخرج يا بابا. المخرج.